معلومات مهمة عن آخر أئمة الدولة السعودية الثانية الإمام البطل عبد الرحمن الفيصل. الإمام عبد الرحمن أصغر أنجال الإمام فيصل بن تركي. آخر حكام الدولة السعودية الثانية والدته سارة بنت مشاري. علم أصول الدين والشريعة، درس على يد عدد من العلماء، عرف بالزهد والبعد عن الترف، صنف كتاب مناسك الحج على المذاهب الأربعة، كان محبوبا ومتفقا عليه عند أهالي الرياض ونجد. تولى الإمامة مرتين، الأولى بعد وفاة أخيه سعود الفيصل، المرحلة الثانية بعد وفاة أخيه الإمام عبد الله الفيصل. امتدت ولايته إلى عام 1309 للهجرة، 1391 للميلاد. بعد مغادرته بعام وصل إلى الكويت في عام 1892 ميلادي الموافق 1310 هجرية، استقر فيها لمدة 10 أعوام، وهو يوثق حالة الشتات والتنقل بين القبائل والبلدان في الخليج العربي. استثمر أمير الكويت في فروسية الإمام عبد الرحمن الفيصل وخبراته. شارك الإمام هو وابنه البطل عبد العزيز أميرها الشيخ مبارك الصباح في كل حروبه ضد ابن رشيد، معركة حريملة، معركة الصريف، ومعركة المليدة، ومعارك توحيد السعودية ضمن جيوش ملك الحرب والعز الملك عبد العزيز. أبرز المواقف التاريخية بين ملك العز وآخر أئمة الدولة السعودية: تحريض الملك عبد العزيز لوالده على استعادة النجد، وهذا هو النص الملهم استلهم منه الملك سلمان تسمية عاصفة الحزم. خلع عباءته أو بشته وفرشه على الأرض، وطلب من والده الجلوس، وسأله: إلى متى سنبقى على هذه الحال؟ الأمير عبد الرحمن رد على الملك عبد العزيز بقوله: إن مع العسر يسرا، ومن صبر ظفر. فكان رد الملك عبد العزيز: لكن الحزم بالعزم بالظفرات، والترك بالفرك بالحسرات. للإمام عبد الرحمن موقف آخر إيجابي بالإضافة إلى هذا الموقف الذي من خلال تفهمه للبطل الشاب آنذاك المتوقد الملك عبد العزيز، ولهذا الموقف الإيجابي دور في تغيير مجرى التاريخ. إلى جانب هذا الموقف تنازل الإمام عبد الرحمن عن الحكم للمرة الثالثة بعد استرداد الرياض، فاستقبله الملك عبد العزيز بقوة من الفرسان، 500 فارس رحبوا به. اليوم التالي أرسل الملك عبد العزيز لوالده رسالة كتب فيها: الإمارة لكم وأنا جندي في خدمتكم. في اجتماع حضره علماء رياض وفقهاؤها وأهلها في باحة جامع الإمام تركي بن عبد الله، وعاء عام 1320 للهجرة، 1902 للميلاد. زل الإمام عبد الرحمن عن حقوقه في الحكم للملك عبد العزيز، بناء على ذلك تبعه الناس وتمت البيعة، وسلم الإمام عبد الرحمن ابنه الملك عبد العزيز سيف سعود الكبير الذي كان يحتفظ به كرمزية للسلطة، ومن هنا تأسست الدولة السعودية الحديثة، الدولة الثالثة. منصبه بعد التنازل هو إدارة شؤون العاصمة الرياض في حالة خروج الملك عبد العزيز إلى الحرب، وترأس مؤتمر الرياض بين السعوديين والأشراف. وصف المستشرق الدنماركي باركلي الإمام عبد الرحمن بن فيصل عام 1912 للميلاد في كتابه: شيخ وسيم جدا يدل مظهره على المغامرة والفخامة، كأنه شخصية من شخصيات قصص ألف ليلة وليلة، وكان لطيفا ومثقفا ووقورا ذا عينين كعيني الصقر. ووصفه النمساوي المسلم محمد أسد بأنه كان عطوفا وتقيا. رحال المصري والكاتب الصحفي محمد شفيق مصطفى، وهو من أوائل من زاروا منطقة نجد لاكتشافها بعد توحيد السعودية وقبيل تسمية الملك عبد العزيز ملكا على الحجاز ونجد، ذكر في كتابه في قلب نجد والحجاز، قال عن الإمام عبد الرحمن بعد أن زاره وجلس معه رغما عن كون الشيخ في عقده التاسع من عمره، يعني عمره 90 سنة، إلا أنه على جانب عظيم من الذكاء وسرعة البديهة ورقة الجانب، يعني يقصد أنه لطيف، فضلا عن كونه محبوبا من سائر أهل نجد. الأميرة سارة بنت أحمد بن محمد الستيري، والدة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، سميتها الأميرة المحظوظة والحزينة بين فقد بكرها الأمير فيصل ثم تحطم بلادها بعد معركة المليدة ونفي الأسرة خارج الوطن. نتحدث عن محطات الاغتراب والتحطم، الفرح والألم والانتصار والعودة للوطن. هي الأميرة سارة بنت أحمد بن محمد الستيري المسمى أحمد الكبير، عين في عدة مناصب: أميرا
للمناطق التابعة للدولة السعودية الثانية. الأميرة سارة زوجة الإمام عبد الرحمن الفيصل آخر أئمة الدولة السعودية الثانية. الإمام عبد الرحمن حفيد مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي الأول بن عبد الله بن محمد آل سعود، لأن الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية فيما لو أنها تركت بدون هجوم وحروب إبادة وأحداث من حولها تقودها دول لها مصالحها، أنهت مراحل الدولة السعودية الأولى والثانية بدون مبررات منطقية ولأسباب ذكرناها في عدة مقاطع. جذور الأميرة سارة تعود إلى منطقة سدير الغاط. ولدت في منطقة الأحساء لأن والدها كان أميرا في الأحساء، عينه الإمام فيصل بن تركي جد الملك عبد العزيز. الأمير أحمد الكبير جد الملك عبد العزيز لوالدته. نشأت رحمها الله في بيت دين وفضل وحكم. والدها مسؤول عن حماية وتنمية منطقة من مناطق بلادنا التي تنقل فيها. تعلمت الأميرة سارة القرآن والعلوم الشرعية. تزوجت الأميرة بعد زواج سابق لم تنجب خلاله، وتفاءلت بزواجها من الإمام عبد الرحمن الفيصل عام 1291 للهجرة 1875 للميلاد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى ب50 عام. نتحدث ضمن أحداث داخل مشهد الدولة السعودية الثانية وبعد سقوط الدولة السعودية الأولى ب50 عام. بعد زواجها من الإمام عبد الرحمن سألت الله أن يرزقها ابنا يساوي الدنيا وما فيها. أنجبت للإمام عبد الرحمن الأمير فيصل. تولى الأمير فيصل منصب نائب وزير وزارة الحروب السعودية القديمة في أكثر من مرحلة كان في هذا المنصب حتى وفاته عام 1887 وقت احتدام حروب منطقة نجد بين والده الإمام عبد الرحمن الفيصل مع الأمير سالم السبهان. وفاة الأمير فيصل في ذو الحجة سنة 1307 للهجرة، ودفنه في مقبرة العود الملك عبد العزيز عندما قدم الاسترداد الرياض واقتحام المصمك وهو يوصي رجاله بوصيته الأخيرة. طرح سؤالا اطلعت عليه في أحد الإصدارات أكد على المرافقين له من الأبطال، قال لهم أين قبر فيصل؟ وهذا السؤال لا يمكن طرحه إلا في حالة الجهل بأماكن، وأن المرحلة التي دفن فيها الأمير فيصل كانت عاصفة إلى درجة عدم معرفة الملك عبد العزيز بقبر شقيقه. سألهم عن قبره وأوصاهم في حال وفاته أن يكون دفنه بجانب قبر الأمير فيصل. هي الحادثة تشير إلى نوعية أحزان الأميرة المنفية خارج نجد ثم خارج السعودية مع أسرتها. أنجبت بعد الأمير فيصل الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ثم أنجبت الملك عبد العزيز سيد جيله، ثم أنجبت الأميرة منيرة والأميرة هيا والأمير سعد الأول الأخ الشقيق للملك عبد العزيز والابن السادس للإمام عبد الرحمن الفيصل. أسميت الأمير سعد أثناء اطلاعي على سيرته الأمير الأسير، الأمير الشهيد. الأمير سعد تم أسره، وبعد مفاوضات استطاع الملك عبد العزيز فك أسره. استشهد في معركة كنزان عام 1333 للهجرة 1915 للميلاد بعد استرداد المصمك ب14 عاما. فجع الملك عبد العزيز في يوم استشهاده. عاشت الأميرة سارة مع زوجها أصعب الأوضاع خلال حروبه الكثيرة. بعد معارك طاحنة وانقسامات وتنازل زوجها عن الحكم مرتين، الإمام عبد الرحمن الفيصل تنازل عن الحكم مرتين، والمرة الثالثة بعد استرداد المصمك وعودته للرياض. تنازل حقنا للدماء. وفي تلك الأوقات العصيبة غادر بعد معركة المليدة التي حدثت في قلب نجد تحديدا منطقة القصيم عام 1308 الموافق للميلاد 1891. خرج الإمام من الرياض وتوجه إلى البوادي والدول التي استضافته. في وسط تلك الأحداث كان الإمام أرسل الملك عبد العزيز والأمير المصطفق إلى البحرين للاستئذان في قدوم نساء الأسرة تتقدمهم الأميرة سارة. ما كانت الأحداث والأحزان فقط نفيها خارج الوطن، بل وافتراقها عن أسرتها لفترة وإقامتها في البحرين حتى تمت استضافتهم في الكويت. تقبلت الأميرة الصابرة تنقل الإمام عبد الرحمن في المناطق، واشتهرت بمؤازرتها له وتحملها الصعاب.
كانت السند للملك عبد العزيز، وساهمت مع ابنتها الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في غرس فكرة ضرورة إعادة حكم آبائه وأجداده واسترداد الرياض. استمرت غربتها خارج الوطن حتى استعاد الملك عبد العزيز مدينة الرياض. يذكر الملك عبد العزيز فضل والدته عليه في كل المناسبات. شمائل الأميرة سارة الأحمد أسديري والدة الملك عبد العزيز، ولندرة مصادر المعلومات عنها نراجع سيرة والدها رجل الدولة والأديب والشاعر جد الملك عبد العزيز لوالدته، حتى نفهم ممن ورث الملك عبد العزيز جينات الفروسية والجلادة والصبر والأدب والشعر الأمير أحمد بن محمد بن تركي بن سليمان أسديري. ولو توقفنا قليلا عند الأمير سليمان السديري جد السدارة الأول وأحد أمراء الدولة السعودية الأولى، وكان أميرا على الغاط، أيد الدولة السعودية ودعوتها السلفية في وقت مبكر، وقاد بعضا من الحملات العسكرية. عاصر الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، اشتهر بنبوغه حتى أصبح مستشارا للإمام محمد بن سعود. هذا هو الجد الثالث للأمير أحمد الكبير والد الأميرة سارة. بعد 7 سنوات من سقوط الدولة السعودية الأولى وقيام الدولة السعودية الثانية، بايع الأمير أحمد الكبير الإمام تركي بن عبد الله سنة 1239 عند تأسيس الدولة السعودية الثانية مع جماعته أهل الغاط. قلد عدة مناصب في الدولة أميرا لعدة مناطق. يقول عنه ابن بشر أنه ذو معرفة وعقل وشجاعة ولين وسماحة مع الناس وشدة وقوة على الأعداء، وكان له باع في الشعر كما في الحكم. وفقا لكتاب نساء شهيرات من نجد، عاشت الأميرة سارة في كنف والدها قبل توليه إمارة الأحساء، وكان قد تبوأ مناصب إدارية مختلفة سابقة كرجل دولة، تتجلى في سيرته المواقف الجليلة والشجاعة والخدمات الإنسانية ورعاية الأدب خاصة الشعر. توفي سنة 1277 هجري الموافق 1861 للميلاد قبل انتهاء الدولة السعودية الثانية ب30 عاما. الأميرة شاعرة بنت الشاعر أحمد الكبير، لذلك لا نستغرب قريحة الملك عبد العزيز أثناء ترقبه واستعداده لاسترداد الرياض وبعد توحيد وضم مناطق نجد، وخلال مراحل توحيد المملكة العربية السعودية كانت له قصائد توثق للمرحلة تعبر عن مشاعره ومزاجه ونوعية الإحباطات والحكمة التي خرج بها من الأحداث والمعارك. توفيت الأميرة سارة رحمها الله عام 1326 للهجرة 1910 للميلاد بعد استرداد المصمك ب8 أعوام في الرياض. كانت ابنتها الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في 33 تقريبا، والملك عبد العزيز في 31 عند وفاتها.